القبض على ما يقارب 300 شخص خلال مسيرة في العاصمة باريس احتجاجا على دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. غادي غنطوس. تصاعدت في فرنسا مؤخرا حركة الاحتجاج الرافضة لقانون زواج المثليين الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي. أكثر من 150 ألف شخص خرجوا إلى شوارع العاصمة للتعبير مجددا عن رفضهم للقانون، وخرجت طوابير المشاركين في التظاهرة بمواكبة من قوات الشرطة من 3 نقاط، وتجمعوا في ساحة قصر المعوقين في وسط باريس. المظاهرات بدأت سلمية إلا أنها شهدت أعمال عنف تمثلت بإلقاء المحتجين للزجاجات الحارقة وقنابل الدخان على عناصر الشرطة. الشرطة ردت باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. عشرات من أعضاء حركة جيل الهوية احتلوا شرفة مقر الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم الذي يقع في الدائرة السابعة بقلب باريس، وطالبوا بإقالة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. الاحتجاجات الشعبية كانت قد سبقها انتحار عضو البرلمان الفرنسي اليميني دومينيك فانر في كنيسة نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس، مطلقا النار على نفسه على مرأى من زوار الكنيسة. كما شهد البرلمان الفرنسي انقساما حادا بين اليساريين وبين اليمينيين الرافضين للقانون. وقد ردت المحكمة الدستورية منذ أيام طعنا للقانون تقدمت به المعارضة اليمينية.